هو دفع السرقة، من أين الملايين التي تدفع في هذا؟ ما أظنش دفع السرقة، لأني مش هيبقى طبيب وهو راجل يعني ذو شأن في المجتمع هيدور إن يسرق مبلغ حتى لو وصل 100,000 دولار. يعني أنت فاتح 3 عيادات بتعمل في معهد ناصر، هتدور على إيه؟ للأسف الشديد لا أخفي كثيرا أن هذه العيادة محل الواقعة التي تم دفن بها جثمان في المجتمع هيدور إن يسرق مبلغ حتى لو وصل 100,000 دولار. يعني أنت فاتح 3 عيادة منصفة، محاكمة عادلة منصفة، تراعى فيها كل الإجراءات القانونية الصحيحة، لأن الأصل في الإنسان البراءة. وهذه الدعوة بها ألغاز كثيرة بنحاول نتحسسها، ندور عليها، نفك طلاسم الطلاسم بتاعتها. أنا عندي حلقة مفرغة في القضية. هو يعني حلقات مفرغة. أبسط حلقة وأقوى حلقة هي لو كان الدافع هو دافع السرقة، من أين الملايين التي تدفع في هذا؟ ما أظنش دفع السرقة، لأني مش هيبقى طبيب وهو راجل يعني ذو شأن في المجتمع هيدور إن يسرق مبلغ حتى لو وصل 100,000 دولار. يعني أنت فاتح 3 عيادات بتعمل في معهد ناصر، هتدور على إيه؟ للأسف الشديد لا أخفي كثيرا أن هذه العيادة محل الواقعة التي تم دفن بها جثمان الدكتور أسامة رحمة الله عليه في مفارقتين في الأوراق لم تسفر عنه، لكن حقيقة الواقعة أسفرت عنه وبشهادات ثابتة. اللي هم إيه؟ أن الدكتور أسامة كان يعمل بهذه العيادة. أي عيادة؟ 11 شارع المماليك. العيادة اللي اتدفن فيها كان هو بيشتغل فيها؟ بالظبط. وترك العمل. المعلومة دي بناء يعني أحمد فرج اللي قالها حضرتك؟ لا. أمال إيه؟ التحقيقات لم تسردها لا من قريب ولم تشر إليها من قريب. ممكن تكون معلومة مش مهمة. مهمة. ليه؟ هل في اختلفوا على إيه؟ عرض المقاطع المصورة مجتزأة. يعني إيه مجتزأة؟ شفت الأستاذ عبد الرحمن مشي هنا، شفت الأستاذ أحمد مشي هنا، أهم. ما أنا عاوز الواقعة بدأت منين؟ وصلت لفين عشان أقدر أشوف على مسرح الجريمة، ومسرح الجريمة ده أهم ما يخص العاملين بالقانون الجنائي. انت قصدك ان الفيديوهات اللي ممكن اتسربت كمان لكاميرات المراقبه، لان احنا ما نعرفش. يعني عايز اسال سؤال مهم، هل الفيديوهات اللي تم تسريبها للسوشيال ميديا الخاصه بكاميرات المراقبه هي دي الفيديوهات بس اللي موجوده في التحقيقات؟ مفيش غيرها؟ مفيش غيرها. لا دي غريبه، لان احنا لما نزلنا المنطقه لقينا كاميرات اكتر. في كاميرات ما اتجابتش اصلا زي مثلا الممر بتاع الشقه اللي تم تاجيرها في الخلفيه. ده كان في كاميرات؟ كان في كاميرات عند المصنع. مفيش خالص. في الممر كان في كاميرات. انا شايفها. الكاميرات ممكن تركبت حديثا بعد الواقع، ممكن يجوز. احنا لما رحنا صورنا كان الممر اللي فيه الشقه كان فيه مصنع على الشمال والشقه أنا في الوش. شاهدت هذه الحلقه ورأيت ذلك، وفي اكثر من كاميرا، ولكن انا عندي شقه 11 شارع المماليك محل دفن الواقع. محل الواقع على محل الدفن. محل دفن جثمان الدكتور أسامة رحمة الله عليه في عيادة الطبيب أحمد شحتة. مفيش أي كاميرا في تحقيقات النيابة. مفيش أي كاميرا فين؟ في 11 شارع المماليك اللي هي الواقعة محل دفن الدكتور أسامة. في كاميرات على فكرة. بالمناسبة افتكرنا النقطة دي كمان. أنا يعني شاهدت هذه الحلقة ورأيت أكثر من كاميرا، وكان في حد بتاع تأجير سيارات على معتقد. أيوة، تأجير السيارات والكشك ومدخل العمارة في كاميرا. في كاميرا. الكلام ده فين؟ الكلام ده فين؟ اعترافات المتهمين اعترافات تفصيلية، وإن كان يؤخذ عليها شيء أنه من قبيل الاستجواب المطول المحظور قانونا. أنت بتسألني عن ظروف نشأتي وظروف ولادتي وظروف معيشتي، الكلام ده إيه دخله بالأوراق أو الواقع؟ أنت عايز تقول إيه؟ عاوز أقول إيه؟ أن ما جرى بتحقيقات النيابة العامة مخالفا لصحيح القانون. ده سيعول عليه أثناء استعدادنا للمرافعة. وده ليه حصل؟ القضية تقيلة.
لا اخفيك سرا، بس انا يمتنع علي لا، ارهاق ثواني. المتهم. تقيلة بمعنى ايه؟ تقيلة تقيلة بمعنى ان فيها اسرار لسه، فيها اطراف لسه، ولا تقيلة في التفاصيل اللي موجودة لحد دلوقتي؟ لا تقيلة، وبدليل هديك دليل ان طلبات محامي الدفاع بالحق المدني طلب تحليل المكالمات وسماع شهادة الدكتور رائد. رائد، طبعا طبعا، دي نقطة مهمة ودي جدا. اثرت في حتة برضك في اللقاء أعينها لآخر الفيديو علشان إيه هنتكلم على ده الأول، وبعد كده نرجع نتكلم على الحتة التانية ديت في آخر الفيديو إن شاء الله. هنا الدكتور المحامي بتاع أحمد فرج بيقول لك الدكتور أسامة ما ماتش علشان خاطر السرقة اللي كانوا عاوزين يسرقوه شكل ما هم قالوا. لأ، ده في حاجة كبيرة، ده في حاجة أكبر من كده. فأنا جايب الفيديو ده من عند الأستاذ عبد الرحمن صافي مذيع مصر، فقال له ولو مثلا لو هدفهم السرقة، هم مثلا كانوا عاوزين يسرقوا 10,000 دولار ولا حاجة، أو 2000 دولار أو 3 بالكتير، الكلام ده مين هيشيل في جيبه أكتر من كده؟ فراح قال له ده الفلوس اللي اندفعت للمحاميين دولت لو كان هدفهم السرقة يبقى كانش معاهم، يبقى ازاي جابوا الفلوس ديت للمحامين وهم ما معهمش؟ يبقى ما كانش هدفهم السرقة، يبقى ما كانش هدفهم السرقة. فرد المحامي قال له في حاجتين ما فيش حد لسه فاصها عنهم. هما ايه؟ ان الدكتور أسامة كان شغال في نفس العيادة بتاعة أحمد شحتة اللي هو مات فيها، وقالت انه أحمد شحتة مش محتاج ان هو يسرق علشان ده شخص عنده 3 عيادات. 3 عيادات، معلش يا جدعان، لو جاله كشوفات مش محتاج اي حاجة، يعني مش محتاج اي حاجة. لو جاله في كل عيادة 4 6 10 كشوفات وعلى الكشوفات والكلام ده مش محتاج حاجة. ده دكتور معلش، وشغال في مدينة في المستشفى مدينة نصر، يعني ليه مرتب أصلا، شغال حكومة ليه مرتب، فهو مش محتاج، معلش مش محتاج. ليه 3 عيادات، وكان في عيادة الوراق والكلام ده. فهنا برضك بيقول له إن هو كان شغال مع الدكتور، كان تناه شغال مع أحمد شحتة في العيادة إلى من قبلها بشهرين 2، لغاية قبلها بشهرين 2. وكانت المرضى بتروح تسأل على أحمد، على الدكتور أسامة، وأم الدكتور أسامة قالت كده بالفعل. كان المرضى بيروحوا يسألوا عن الدكتور أسامة ويقولوا الدكتور أسامة فين. فهل يا جدعان من وجهة نظركم إن أحمد شحتة موت الدكتور أسامة علشان خاطر أخد منه الجو ولا إيه؟ عاوزين نعرف. بتعزه وبتقدره وبتقول له يا دكتور أسامة قول لنا أيامك اللي أنت بتيجي فيها عشان نتابع مع حضرتك. إيه رأي حضرتك إن الدكتور أسامة تعرض لمحاولة خطف قبل الواقعة 15 يوم؟ مين؟ المجهول؟ ما أعرفش. طيب المعلومة جت ازاي لحضرتك؟ والدة المجني قالت عليه الكلام ده؟ الحاجة زينب، ربنا يصبرها ويربط على قلبها، قالت ان أسامة بلغها بكده. وحكى لأصدقائه في معهد ناصر. وهذه الرواية لم تسرد بتحقيقات النيابة العامة، الكل أخفاها، بما فيها الممرضة نورة أنكرت علاقة الدكتور أسامة بالعمل في هذه العيادة، وهي قديمة في العمل بخلاف الممرضة آية دي جاية لسه ليها شهر قريب. الغاز في القضية ألغام. واحنا موجودين في العيادة او في المنطقة لما سألنا الناس والاهالي هناك، اتقالت معلومة مهمة ان هم كانوا صحاب وكانوا مع بعض، الدكتور أسامة والدكتور أحمد شحتة. فاتقالت نفس المعلومة تأكيدا على كلامك ان هو كانوا موجودين فعلا وكانوا شغالين مع بعض، اتقالت هناك، وان هو يعني اختلفوا على حاجة او هو عرف حاجة. ايه الحاجة دي؟ لا تسألوا عن اشياء. ايوه بجد يا جدعان، احنا عاوزين نعرف ايه الحاجة دي، ايه الحاجة اللي هم اختلفوا عليها ادت ان الدكتور أسامة كان هيتخطف من 2 شهر، وبلغ صحابه وبلغ والدته وبلغ ناس كتير ان هو حصل له كذا. ده حصل اهو،
بلغ ناس كتير، وبلغ زمايله في المعهد، وفرغ نفسه، بلغ والدته، بلغ ناس كتير ان هو كان هيحصل له كذا في المعهد في من شهرين. طب ليه احمد شحتة قتله كده؟ الاستاذ المحامي ده فجر مفاجأة قوية. فجر مفاجأة قوية ازاي؟ ان قال ان هما جم اختلفوا من شهرين قبل الواقعة بشهرين 2، وكانوا هما الاتنين شغالين في العيادة، وكانت كل الناس بتروح وتسأل على الدكتور أسامة. كانت كل الناس تعمل، هل عشان خاطر ان الدكتور أسامة خد منه الجو؟ بيحصل غيرة عند كل الناس من زمايلهم في الشغل، بيحصل غيرة في الحتة ديت. يعني هو بيحصل غيرة في كل الحتت دي، ان ده هياخد مني الجو، فلازم اركنه على الرف علشان خاطر انا ما اتنين انا اللي باينه في الصوره، وانا اللي موجوده، وانا اللي عامل، وانا اللي مخلي، وانا ده بيحصل مع كل الناس. انا بشوف كتير من من هذه الاشكال دي. بس هنا بقى المحامي بيقول لك شاف عليه ايه؟ شاف عليه إيه؟ ان هو كان مثلا بيخلي المرضى موجودين جوه يعمل فيهم اي حاجه، ولا كان بيسرق منهم حاجات، ولا كان بيعمل ايه، ولا هو سبب سيبان ايه بقى؟ عاوزين نعرف. هما سبب سيبان الدكتور أسامة العيادة شاف أحمد شحتة بيعمل حاجات، ولا لقى ناس بتشتكي إن كليتها مسروقة، وإن حاجات كتير مسروقة، وإن في حاجات معه. بس أنا بقول يا جدعان لو الأعضاء بتتسرق، بحب أعرفكم وأحب أعرف حضراتكم إن لو الأعضاء اتسرقت من واحدة صاحية فجامد مثلا الكلية، هيبان في جرح جامد في البطن. في حتة الأعضاء ديت أنا مش مؤمن بالحتة دي جامد، لأني معلش مش هتبقى داخل وفتح جرح جامد ده وانتش عامل. هو مش دكتور بطنة، هو مش دكتور بطنة خالص علشان يسرق. طب هل هو دكتور عظام؟ هل لو عمل جراحة لأي حد؟ هو مش دكتور عمليات جراحة برضك. هل لو جه عمل جراحة لحد هيسرق ايه من ركبته، ولا هيسرق ايه من رجله، ولا هيسرق ايه من عاوزين نفهم. يبقى هنا يا جدعان مفيش سرقة أعضاء نهائي، هنا في حاجة خفية. هنا في إن الدكتور أسامة أو هو غار من الدكتور أسامة إن ياكل منه الجو، وكده هو يتركن على الطرف، وإن هو يبقى كده شكل التمرجي، ويبقى قاعد بس يدخل له الكشوفات ويطلع له الكشوفات، ويبقى كده إيه اللي هو بيتكلم فيه فقط لا غير. هل رأي حضراتكم الكلام ده واقعته إيه؟ هل رأي حضراتكم الكلام ده صحته إيه؟ هل رأي حضراتكم الكلام ده يدل على انطباع ايه؟ احنا مستنيين حضراتكم، ومستني حضراتكم تقولوا لي بكل صدق وامانه ده ايه، علشان برضك انا اكون فاهم واكون عندي صوره قناعه كبيره ان هذه ده مش عشان فلوس. لو علشان فلوس يا جدعان، امال اشرف نبيل مين اللي دافع له الفلوس؟ معلش احمد شحتة معاه فلوس كتير. لو علشان الفلوس يا جدعان ما كانش احمد شحتة عرف يجيب اشرف نبيل نهائي. معلش لو كان شكله مبروك، بس مفيش حد بيمشي ب10,000 دولار. ده 10,000 دولار عاملين 300,000 جنيه. يمشي بجيبه ازاي؟ لا ما يمشيش بجيبه. هل من حضراتكم خلوه 10 300,000 احمد شحتة دافع لاشرف نبيل 5 مليون جنيه بس فتح كلام؟ هل حضراتكم هيكون ان احمد شحتة قتل الدكتور أسامة علشان خاطر اللي هو بس 300,000 ولا 150,000 ولا 100,000 عشان خاطر كده؟ ما اعتقدش، لان الكلام ده فارغ جدا جدا، والكلام ده ما يدلش بصحة ولا اثبات ولا اي حاجة، لان مفيش دليل قوي عليه، لان كل ده اوهام شكل ما انتم تشوفوها. بس هنا الحقيقة ايه اللي خلاهم اختلفوا مع بعض قبلها بشهرين 2، وكان هيتخطف من احمد شحتة برضك وما تحذرش منه، والاخر احمد شحتة قتله وخاف منه. هل الدكتور أسامة كان ماسك عليه زلة ولا ايه؟ هل الدكتور أسامة كان ماسك عليه فيديو ولا ايه؟ انا مستني رأي حضراتكم عشان اكون فاهم واكون مقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله. انا مستني رأي حضراتكم ليه حصل في الدكتور أسامة كده، عشان كده وكاميرات المراقبة شكل ما الاستاذ المحامي قال عليه.
فاحنا هنا في الغاز، ايوه في الغاز كتير وفي مفاهيم كتير مش مفهوم وفي حاجات كتير. مستنيكم تقولوها. يا ريت تعمل لايك 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 وشير واشتراك في القناه. اشوفكم على خير ومع السلامه. سلام.